مانوس AI هو AI agent متعدد المهام، وده بيفرق شوية عن ال LLMs اللي إحنا متعودين عليها، اللي أنا باسألها سؤال وبتدّيني إجابة. الAI agents باطلب منها task وهي بتنفذه. مانوس AI هو دلوقتي invited only، فمش كل الناس عندها access للأسف. بس اللي منكم قدر إن هو يجرّبه أو شاف reviews عنه، هيلاقيه لمّا باطلب منه task زي مثلًا قُل لي أشهر 10 أدوات ذكاء اصطناعي مفيدة للbusiness بتاعي، أول حاجة بيعملها بيروح يعمل document فيه to do list بالمهام اللي هو هينفذها. الاستراتيجية دي smart عشان ال LLMs الcontext window بتاعها 200,000 token. فأحيانًا الcontext window ده باتخطاه لو أنا عندي task كبير أوي، فبيبدأ الagent يهلوس، وما هوش عارف هو بدأ فين والّا عمل إيه. فلمّا بتtrack اللي أنت عملته وبتupdateه كل مرّة، إلى حدٍ ما بيتلخبطش وبيطلّع نتائج كويسة. أنا جرّبته في كذا task ادّاني نتائج كويسة. بس أنا ما جرّبتوش بوقت كافي، لإن كل ما تطلب منّه task بيقول لك محتاج تنتظر 60 دقيقة لإن الserver busy. لحد ما يبقى stable ولحد ما أجرّبه تجارب أكتر، مش هاقدر أقول رأيي النهائي عنّه. بعد ما أخلّص تجربتي الشخصية هانزّل فيديو مفصّل عنّه بالتفصيل.